سؤال وصلني، واحده بتقول لي اتجوز في بيت عيله ولا لا؟ في الحقيقه ان مفيش اجابه واضحه للسؤال ده، لان في ناس اتجوزت في بيت عيله وكانت تجربه ناجحه جدا، في ناس اتجوزت في بيت عيله والتجربه كانت فاشله جدا. لكن الاكيد ان بيت العيله حاجه ما ينفعش ان احنا نتجاهلها، ولازم نقف عندها كده ونفكر فيها كتير. تمام؟ فخليني كده نفكر هو ايه اللي نجح الناس دي وايه اللي خلى تجربه الناس التانيه ديت فاشله. تمام؟ فعشان نعرف عوامل النجاح ونبعد عن الفشل لازم اكون عارفه اصلا هي ايه مشكله بيت العيله. مشكله بيت العيله ان مع الاسف الحدود والخصوصيه فيه في ناس كتير ممكن تفتقدها. الاهل ما بيقدروش يفرقوا بان دلوقتي ابنهم بقى ليه حياه جديده بخصوصيه مع ست المفروض ان هي في احترام لمملكتها اللي هي داخله عليها. تمام؟ فغياب الحدود وغياب الخصوصيه بتخلي بقى القرارات كلها ما بتبقاش نابعه من البيت بس، تبقى كمان الاهل ليهم تدخل فيها، وده مع الاسف اللي بيسبب مشاكل، بيسبب ان التجربه بتفشل. طيب ازاي ابعد عن المشكله ديت؟